مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من في السين مع محمدين محمد عرفه. ومحمد صلاح. ماشي. النهارده يا جماعه السين هيكون مش عارفين بقى هو اجتماعي ولا فني، لان هو بيجمع ما بين الاثنين اصلا، يعني لان الكرياتيفيتي دي حاجه داخله في الفن وداخله في الاجتماعيات وملهاش علاقه بفيلد الفن بس، لا انت المفروض تبقى كرياتيف في اي مجال انت شغال فيه. موضوع حلقتنا النهارده عن ايه يا استاذ عرفه؟ عن الابداع. عن الابداع او الكرياتيفيتي. الكرياتيفيتي. الابداع. ماشي. طيب هنبدا، بس نخش الاول بالايه؟ بالانترو. يلا بينا. اكشن. اول سؤال خليني كده اساله لك استاذ عرفه، لانه يعني الحلقه دي هتكون اكترها مع عرفه، لان هو ده مجاله وده اللي يعتبر التخصص بتاعه في شغله اكتر. هو انا شغلانتي اسمها كرييتيف او مبدع، كوبي رايتر، حاجه تحط عليك ضغط اصلا. بالظبط. اللي هو هنبدا ازاي بقى؟ فخليني كده اسالك اول سؤال كده من ضمن الاسئله، ايه هي فكره الابداع اصلا؟ وهل الواحد بيبقى هو اوريدي تالنتد، مولود بحاجه اسمها ابداع، ولا دي مهاره بيكتسبها مع الوقت؟ بص، الابداع انا في وجهه نظري مفيش حاجه اسمها ابداع من اللا شيء. تمام. المبدع رايي هو ربنا، او هو ده اللي جاب حاجه من لا شيء. بس احنا كلنا بقى لما بنيجي نبدع او نطلع فكره جديده، هو وده موجود في كتب قريته، هي بتبقى عباره عن افكار جديده، افكار قديمه حصلت انت جمعتها بشكل مختلف، عملت لها ري اوردر في يعني فورمات بالظبط، في فورمات مختلف. فانت خدت حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا، وده ياخدنا للجزء الثاني من سؤالك. طب هو ازاي الناس بتبدع؟ هو الفكره بيبقى عباره عن توليد او نتيجه ان انت استلهمت من ده حاجه ومن ده حاجه، وحاجات انت شفتها. سواء انا في المجال بتاعي مثلا في الاعلانات، بتبقى في اعلانات كتير شفتها في حياتك، في ارت، حاجات فنيه، ممكن لوحات، معرفش ايه، تستوحي منها فكره. وكل ما بتغذي نفسك اكتر، كل ما انت ممكن تطلع افكار اكتر. وعشان كده ده جزء اساسي من شغلانتنا، ان احنا لازم نقعد نتفرج كتير على كل حاجه بتحصل على السوشيال ميديا وعلى بمعنى تثبيت الانبوتس اللي داخلالك بالظبط، من كل حته. تتفرج على افلام، تتفرج على مسرحيات، تتفرج على يعني مثلا، ما هو ده المسرحيه حد كتبها، والفيلم حد كتبه، والاعلان حد كتبه. حلو. بس كل ده ميديم مختلف، كل ده ليه طريقه كتابه مختلفه عن التاني، فورماتس مختلفه في الكتابه. حلو. طيب استكمالا للسؤال، انه بشوف دايما اكتر ناس كرييتيف بيعملوا شغل عظيم، سواء مصريين او اجانب. خلينا نستعين مثلا بمصريين، زي مثلا لو هتكلم مثلا عن الموسيقى، مثلا هتكلم عن هشام نزيه. فمره اتسال قالوا له الفكره بتيجي ازاي؟ قال لهم يا جماعه ده اكتر سؤال انا ما بعرفش اجاوب عليه، ولكن انا بقعد اشتغل، يعني بقعد كده على البيانو، بقعد اعزف لحد ما الحاجه تيجي. فالسؤال بقى اللي ليه علاقه بالكتاب، هل الكرياتيفيتي بتيجي وانت بتكتب مثلا اعلان وكده، ان انت بتقعد هائما سارحا شاردا كده بالظبط، ولا انت بتقعد تكتب وتري رايت وتقعد تكتب لحد ما تقفش تقول هي دي الفكره؟ هي بروسيس او عمليه. حلو. اغلب الناس فاكره ان المبدعين دول بيبقوا قاعدين كده، ايوه هي الفكره، شربوا شويه قهوه فيجي الابداع. طبعا لا، بس في جزء من البروسيس كده بتتامل وبتفكر. يعني انا بيجي في الاول حاجه اسمها بريف، اللي هو البريف ده المشكله او الرساله اللي العميل عايز يوصلها عن طريق الاعلان او كده. فانا بقرا، تبقى ورقه فيها معلومات كتير كده، بتقراها كويس جدا، عشان كل معلومه فيها ممكن تبقى مدخل لفكره معينه او تبقى ريليتد بالبرودكت. حلو. فبعد ما بقراها بسيب الموضوع يتهضم في دماغي، انام بقى على الموضوع. انا بفكر فيه بس لسه ما حطيتش فيه قلم، ما كتبتش، بس بفكر ممكن نمشي في السكه دي، ممكن نمشي في السكه دي. واللي هو في يومي العادي، اللي هو فاهم، انا رايح اتفرج على فيلم، رايح خارج مع اصحابي، رايح انام، كل اي حاجه رايح اعملها انا بفكر لسه في البريف. تمام. لحد بقى ما بيجي وقت ولازم تقعد تكتب. بس بيقول لك انت قاوم فكره الكتابه، يعني انت هتقعد مثلا تفصص الموضوع من بره الاول. حلو. اللي هو طب انا بتكلم في انهي دومين؟ ما احنا بنتكلم في فكره الاباء والامهات مثلا، وهم بينصحوا اولادهم،
ايا كان الفكره عن ايه، مم. بس اللي هو بتمسك الموضوع من بره ومداخله ومخارجه وتقاوم الكتابه لحد ما تلاقي نفسك انت اصلا عايز تكتب خلاص حاجه. وهو فعلا الموضوع حلو قوي الحكايه دي. دي حاجه تركايه كده تقاوم الفكره لحد لحد ما ما هي تفضل ملح عليك انك تكتبها. بالظبط. يا جماعه النقطه دي حلوه جدا وارتستيك جدا، لان تقريبا سمعت شبهها في ايه، في التمثيل برضه لما بتيجي تحضر الكاركتر. لما هو بيقول لك لو انت بتحضر كده الكاركتر بتفضل ايه، بيقول لك انت بتفضل تحضر لحد ما تحس ان الشخصيه خلاص بتهاجمك بتاتك، اللي هو لا اهو هي دي المدخل بتاعها، فتقول بس انا كده قفشت نفس الفكره بقى. اوكي حلو جدا. وفي حاجه تانية بقى، انه زي ما هشام نزيه بيقول، هو الكاتب او المبدع او كده هو شخص بيشتغل مش بيقعد يستنى الالهام يجي. هو رايتنج از ري رايتنج، اللي هو انت تكتب انت تكتب حاجه وبعد كده تقعد تكتبها تاني وتحسن فيها، بعد كده ترميها على جنب خالص وتشوف سكه تانية، بس انت اوريدي مشيت في سكه. هو بيقول لك انت اول كام فكره هتجيلك استحاله تستخدمهم لان هم افكار بيزك، هيجوا لاي حد فكر في نفس الموضوع مش هيبهروا اي حد. بتيجي في الاول بالزبط. كل لما بتبعد كل لما بيبقى فكره بعيده او جديده، فانت لازم وفي حاجه في المبدع انه جلده بيبقى تخن في حته انه يموت افكار او يعمل حاجه شكلها حلو في الاول او فيها حاجه حلوه بس في الاخر كلها على بعضها مش حلوه، فيرميها على جنب ويشوف حاجه للدنيا جديده. وجلده بيتخن في ان هو فاهم ان هو يبقى عنده جلد، ان هو بيقعد يجبر نفسه ان هو يشتغل وهو محدش طالب منه ان هو يشتغل، فاهم؟ هو عايز يطلع هو حاجه جديده فبيشتغل بيشغل نفسه، هو المدير نفسه. حتى لو عندك مدير بس انت مدير نفسك عشان تحسن من شغلك. تكمله بقى للبوينت المهمه جدا دي، ان انت بيجي عليك بقى الوقت اللي بتحس فيه انه لا انا خلاص انا كده دي الفكره الثابته اللي معايا بلاش اموتها، يعني تبقى عرفت ان دي اللي انا همسك فيها وهشتغل عليها. ده بيجي عن طريق ان انت تكون اشتغلت شويه في المجال وشفت ناس اكثر خبره منك بيقبلوا ايه وما بيقبلوش ايه، وايه الفلاتر اللي بيعدوا الفكره عليها. طب دي ما اعرفش فكره مش ضد ناس معينه، مش بتهمش ناس معينه، مش معرفش في فلاتر كتير قوي الفكره بتعدي منها. لو عدت من كل الفلاتر دي يبقى انت كده تمام. زائد ان هي تكون مبهره او شكلها حلو او زي حاجه مبهره انت شفتها قبل كده، فاهم؟ فانت يكون عندك مرجعيه لعمل اعمال كويسه كتير في دماغك عشان تعمل زيها حلو، ويكون عندك ذوق في نفس الوقت. ما انت الذوق ده بتديفلوب. لا ما انا مش بهزر معاك، يكون عندك الذوق ده بتبنيه مع الوقت. انا مش بضحك سخريه، انا بضحك لاني افتكرت حاجه هقول لك عليها دلوقتي. ايوه، انه استاذ شريف عرفة المخرج مش استاذ محمد عرفة كان قال ان هو لما هيجي يعمل، بص انا هو هيتكلم في جزء الاعلانات شويه وانا هتكلم في الجزء الفني شويه. انه انا ضحكت ليه؟ لان نفس الكلام ده انا ما اعرفش انت شفت الانترفيو ده ولا لا، بس كان استاذ شريف عرفة قال لو انا عايز اعمل فيلم اكشن حلو، عايز اعمل فيلم رعب حلو، عايز اعمل فيلم رومانس حلو، لازم اتفرج على الجونرز دي مين احسن ناس عملت الجونرز دي عشان اقدر اعمل زيهم واحللها. بالظبط كده. السؤال ان انت تكون بتعرف تحلل العمل، دي ميزه من اهم الميزات اللي في اي مبدع. حلو. ان انت تبقى عارف ايه العناصر، ازاي شايف صوره ازاي تفصصها لالوان والكادرات وكل عناصر بتمثل الصوره دي. حلو. طب انت شايف سكريبت انت بتفصصه للبلوت العام، بتفصصه للحوار جمله جمله وكلمه كلمه، بتفصصه للنقلات، بتفصصه فاهم، بتقيمه من كذا زاويه. حلو. فان انت يكون عندك بقى الزوايا دي انا اتعلمتها من ناس او دخلت على النت وشفت ناس برضو بيتكلموا في الموضوع ده، او ان انت تبتدي تتفرج وانت ما تعرفش حاجه وعلى الله خالص وتبتدي انت تسال نفسك اسئله. ان انت هي الموضوع it's all about asking the right questions، ان انت تسال نفسك الاسئله الصح. حلو جدا. طب هو كتب القصه دي كان ايه مدخله؟ طب هو كان بيحاول يوصل رساله معينه؟ طب هو كان ايه اللي محركه كده يعني، فاهم؟ يعني ده معناه برضو ان انت دلوقتي جالك اعلان طلب منك انك تنفذ هذا الاعلان، عشان برضو نبقى في بروسس كده احنا ماشيين عليها. في كل مره برضو هتكلم في حته فنيه وحته اعلانيه شويه. مثلا في التمثيل مثلا انا جالي كاركتر دلوقتي اللي انا فهمته ان كل شخصيه بيبقى ليها مدخل مختلف على حسب الكاركتر. انت بتكلم على التحضير بتاع الشخصيه،
فهل انت كل اعلان بيبقى ليه مدخل مختلف، ولا انت ليك بروسيس معينه بتعملها في كل اعلان وخلالها بتجيلك المدخل لا او مش الفكره؟ مش شرط كل اعلان ليه مدخل ليه مختلف. مدخل مختلف. في اعلانات شبه بعضها او مداخلها شبه بعضها انت بتعرفها مع الخبره، حلو. ولكن انت لازم تعمل اي بريف حتى لو البريف ده، ما هو بص انت هيجيلك بريف ان الباقه كبرت او ان او ان بقى عندك ضعف الباقه، البريف ده اشتغل عليه كل كرييتيفز مليون واحد قبل كده واتعمل مليون اعلان عليه، وصلوا نفس الرساله بطرق مختلفه. انت هتعملها ازاي بطريقه مختلفه المره دي؟ هي دي بقى فكرتك، دي الانبوت بتاعك انت. بالظبط. طيب خلينا قبل ما نكمل نقول على حاجه مهمه جدا جدا جدا. احنا هنا في قناه في الصين، ولكن الحلقه دي يعتبر انا مش عارف ممكن ننزلها في التو شانلز او لا، بس حتى لو مش كده في وعايزك تبقى تحط اللينك في الديسكربشن ما تنساش. القناه بتاعتي، القناه بتاعت عرفه اسمها واتس فكر، دي متخصصه اكتر في موضوع الحلقه اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. طبعا احنا الشانل بتاعتنا مفتوحه على كل حاجه، بس انا بتكلم دي تخصصيه اكتر في مجال الاعلانات والكتابه والحاجات دي كلها. انا شايف ان المعلومات دي بجد يعني كنز لاي حد عايز يبقى كوبي رايتر او يشتغل في مجال الاعلانات. فبرضه قلت اسمها وات ذا فكر، وات ذا فكر كلها جنب بعض WHAT. كمل انت. THE وفكر FEKR كلها كده جنب بعض. كل ما له علاقه وليه في فيديوز تانية كتير جدا ليها علاقه بالموضوع بتاع الاعلانات، هتستفيدوا منها جدا جدا. برضه احنا لا نبخل، اصل عارفه حتى لو احنا على قناتنا ان احنا واحد، لا نبخل على جمهورنا بان هو يلاقي مصادر تانية. وعايز اقول لكم على حاجه، التشانل دي تعتبر من التشانلز القليله جدا 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 على اليوتيوب اللي بجد هتلاقوا فيها المحتوى اللي ليه علاقه بكتابه الاعلانات وكده. المحتوى ده قليل جدا بصراحه، وحتى اللي بيعملوا كونتنت عندهم مش كتير. فانصحكم ان انتوا تروحوا لوات ذا فكر زي ما هو قالها بالظبط. هتلاقوا حاجات كتير جدا مهمه. عارفه انت ايه المره بما انك عملت افكار كتير لاعلانات كتير، واشتغلت في اعلانات كتير، واشتغلت في شركات كتير بتاعه تنفيذ الاعلانات والحاجات اللي زي كده، ايه اكتر مره او اكتر اعلان حسيت وانت بتعمله كده اللي هو انا مش مصدق ان انا مثلا الفكره دي ممكن تيجي دي، او ازاي الاعلان ده يفايرل كده، ما كنتش متوقع انه ينجح كده قوي؟ او خلينا نفرق برضو بين ايه اكتر اعلان نجح واكتر اعلان حتى لو ما نجحش قوي بس انت كنت حاسس ان الفكره فيه مختلفه. شفت بص، هو في حاجه كده في الاعلانات انه انت بيموت لك افكار كتير وبتطلع افكار كتير حلوه وبتموت. حلو. بس الاعلان اللي هيعيش لك هو اللي طلع، هو اللي نزل. حلو. الاعلان اللي انت تقدر تتكلم فيه في انترفيو وتقول لهم انا عملت كذا، اللي تم اصداره، اللي تم انتاجه. حلو. ودي معركه، يعني ان انت بتطلع افكار كتير حلوه وبيكون مصيرها الى الهلاك، سواء منك او فكره الرفض. الرفض ده عادي يا جماعه، وانه بتعرض على الكلاينتس وعلى الناس اللي انت شغال معاهم في الشركه افكار كتير بالظبط، وبتطلع كلها يقول لك عادي وحشه، هو دي ما تاخدهاش بشكل شخصي، لكن هي الفكره نفسها اللي وحشه مش انت اللي وحش. فاهم قصدي؟ فانا فاكر في اعلان فخور بيه قوي، كان اعلان احمد حلمي للاتصالات. ايوه ربنا يعرف دي. هو ده اللي هو بتاع للعيله اتصالات، كانت نظام حكايه للعيله وللعيله عيله. وكان فكرته انه فكره لما بيعلوا على بعض، كل واحد انتوا كذا واحنا كذا، واحنا ده انسايت حقيقي ان انت العائلات لما تبتدي كل واحد يقول لك ده انا خالي ما اعرفش عنده عزبه في ايوه انا جدي كان عنده ما اعرفش ايه هناك، انا عمي كان بيصيف في مصر. فهو الانسايت صح، بس فكره الكتابه بتاعته خدت مننا ري رايتس كتير، ان احنا كتبناه كذا مره كتير، وان كان عندي انبوت فيه وفعلا وطلعت كذا افيه فيه. فده كان حلو قوي، وحتى خد جايزه في دبي لينكس وبتاع. عظيم. فده اعلان انا فخور بيه. حلو جدا. انا عايز اقول لك على حاجه، خليني احكي حاجه كده ليها علاقه بالاعلان ده، انا بالاعلان ده. يمكن انا وقتها ما كنتش عارفك لسه، بس انا لما شفت الاعلان ده بجد والله العظيم فعلا حسيته اعلان مختلف. ليه؟ طريقه الحوار، اني برضو دوست شويه في فكره السكريبت رايتنج بس للسينما، يعني ذاكرتها شويه. الحوار اللي مكتوب في الاعلان بيسلم بعض، بيسلم بعضه،
ويشد جدا وحقيقي. مم. انه ممكن موقف زي كده، واحد رايح يخطب وبتاع ويلاقي اللي قدامه بيتنكوا فبيعلوا، فاذا انتوا بتعلوا عليا ده انا هعلي عليكم بقى، فانتوا تعلوا عليك. فده لا، انا فاكر الاعلان ده فعلا اتشاف جدا وقتها. ايوه حتى انا ما كنتش عارفه ساعتها، بس لا يعني ما كنتش عارف طبعا ان هو اللي كاتبه، بس قصدي لا وقتها كان فعلا اعلان مختلف وفايرال اعتقد بطريقه رهيبه. ايوه. صح؟ ايوه. دي حقيقة. فتمام. في حاجة تانية عملتها مؤخرا، هي لما سافرت الإمارات آخر مرة. طبعا أوكي. الناس ما تعرفش بس أنا سافرت الإمارات من احنا قريب. بنوسع كده يا جماعه معلومات في قلب الحدث. كنت طلعت فكرة فيديو، هو إعلان بس في السوشيال ميديا يعني. اوكي. كتبته، هو كان بالإنجليزي، خدت مصور وصورته وأخرجته، وبعد كده قعدت مع المونتاج ومنتجته معاه. فده عملت معانا اول مره اعرف المعلومه دي. فده فخور بيه لأنه ده أول حاجة أخدها من بابها كده وأعملها من أولها الباكج لآخرها كلها على بعضها. وبس. فإن شاء الله مزيد من الحاجات اللي زي كده في الفترة القادمة. ده ان شاء الله باذن الله. طيب سؤال بقى يا استاذ عرفه، وهذا السؤال سؤال شائك ولكنه يمر على كل حد بيشتغل في فكره الحاجات الابداعيه او الكلام ده. لحظات الشك. هل بيجي عليك اوقات بتحس انه لا انا بقلب بس، لا انا بنحت بس، لا انا بشوف ريفرنسز وبعمل زيها وخلاص، لا انا ما عنديش اصلا حاجه اقولها، ما عنديش انبوتس اقولها، وانت عايز اسمع اجابتك الاول وبعد كده انا هقول لك انا برضو اجابه على الموضوع ده بعدين. مفيش فنان ما بيشكش في نفسه، ومفيش فنان ما مرش في فتره من فتراته بالامبوستر سيندروم، او اللي هو ترجمه برضو اللي هو ليا انا شخصيا متلازمه المحتال، اللي هو انا اوكي. الناس دي مش مخدوعين فيا، وفجاه هيقولوا لي انت ولا كوبي رايتر ولا بتعرف تكتب كلمات ولا ليك في الكلام ده، وبتهلس وبتقول لنا اي كلمتين انت عارفهم وخلاص، وانت امشي بقى عشان انت ايه مش سكتك المجال ده، مش موضوع. فانا كنت اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، فبقول لك انه في الاول كان بتجيلي اكتر وما زالت بتجيلي، بس انا دلوقتي عندي مرجعيه، اللي هو انا عرفت اطلع دي وعرفت اطلع دي، وعندي بطلع بالطريقه دي، فانا هقدر اللي يقول لي انت بتقول اي كلام هقول له لا انا قايلها عشان السبب ده. طول ما انت بتعرف تباك اب كلامك باسباب منطقيه، انت كتبت الكلمه دي ليه، اخترت الفكره دي ليه ما اخترتش دي، تعرف تناقش اللي قدامك في اللي انت كتبته، طول ما انت هتبقى على سوليد جراوند. بالظبط، ومش هيحس انك فاضي. بالظبط. لكن لو اول فكره جات لك لمجرد ان هي اول فكره جات لك، ولمجرد ان هي جات لك اصلا انت كده متمسك بيها، انت كده اناني ومش فاهم في اخلاقيات الشغلانه، وكل الصغيرين بيقعوا في الفكره دي، ان هو انت ليه ما قلت لي فكرتي دي فكره حلوه وما اعرفش ايه، وانت ما عندكش غير الفكره دي اصلا. حلو. اللي هو لا، طلع افكار تانية، وفي اسباب كتير الافكار بتموت بسببها، لازم تبقى عارفها، ولازم تبقى قادر ان انت تتخطى فكره ان دي فكرتي فانا هفضل متمسك بيها، دي حاجه صعبه جدا. انا عايز اقول لك برضو اضافه لكلامك ان ده مش بيحصل في الاعلانات بس، ولكن بيحصل في الدراما او في السينما، انه السكريبت رايتر او المؤلف بيبقى كاتب الفيلم لازم يبقى فاهم كويس قوي ان هو عنصر، هو مش الحدوته كلها، هو عنصر من ضمن العناصر. فهتلاقي المخرج دي انبوت لازم تحترمه، اللي عامل الموسيقى التصويريه دي انبوت لازم تحترمه، الممثل حتى لو هيغير كلمه او جمله. مع سؤال بقى، هل انت بتقفش لو لقيت انت كاتب الحاجات وحد بيغير في الكلام او بيغير في الحوار؟ بص، ساعات في تغيير يضيف وفي تغيير يبوظ الفكره اصلا. خلي بالك الاعلان ده فيه فكره احنا بانيين عليها الكلام ده، فانت لو غيرت الكلام بتقول افيه لمجرد الافيه، او ايا كان انت بتقول ايه شايفها احسن او ايا كان، بس هيغير المعنى او الفكره نفسها، فده ساعتها بتقف تقول لا. وده لازم هتقابله وانت بتتعامل مع نجوم في الاعلانات، بس لكن النجوم اكتر ناس بيحبوا جدا يغيروا، وفي بيبقى عندهم كتاب شخصيين اصلا يقول له طب ما تكتب لي الاعلان ده بطريقه تضحك اكتر، ما اعرفش ايه كده. فلازم علاقه الثقه دي تبقى ما بينك وما بين الفنان، اللي هو بتتبني طبعا لما بتشتغل معاه اكتر من مره، او لما يبقى معروف مثلا ان علي ده هو اللي كتب الاعلان ده، او اسلام حسام اللي كتب الاعلان ده، فهو اصلا عنده موهبه وشاطر في اللي هو بيعمله، فاهم. ففي كريديبيليتي، حاجه اسمها كريديبيليتي او الثقه فيك عمليا يعني. بس لا، في حاجات بتترفض يعني، في تعديلات لو حد عدلها لازم ترفضها، ما ينفعش ان هي تتحط يعني. طيب هل وانت بتكتب بيبقى ليك طقوس معينه قبل ما تكتب مثلا، بمعنى ان انت
الموضوع البيئه البيئه المناسبه للكتابه. هل في حاجات معينه بتحب تبقى حواليك وانت بتكتب، ولا انا ممكن اكتب في اي حته وفي اي وقت وفي اي حاجه؟ سؤال حلو قوي يا اسامه. سؤال حلو قوي يا اسامه. في فيلم ولاد رزق احمد داوود قال له سؤال حلو قوي. سؤال حلو قوي والله سؤال حلو، لان هو فعلا بص، الكوبي رايتر المفروض يكون بيعرف يكتب زي ما بقول لك تحت اي ظرف. حلو. لان انت لو انت شركتك بتحتم عليك ان انت تروح الشركه كل يوم، والشركه دي دوشه وفيها قلق وكده، انت مطالب ان انت تطلع الافكار وتكتب في البيئه دي. لو انت شغال في روم هوم وقاعد في اوضتك ومستريح جنبك ومروق دماغك وكده، لازم تعرف تشغل، ما تفخدش بقى، لازم تعرف تطلع فكره. بس المود بيفرق. يعني انا اخر سفريه لما كنت في الامارات جات لي فريلانسيه كده. فريلانسيه دي كانت من اسلس الحاجات اللي كتبتها. كنت قاعد في فندق ومستقنيس وبتاع، طلعت بسهوله جدا. والساعه 4 الفجر، الكلام ده الساعه 4 الفجر، فاهم؟ بكتب وفي ميتنج وبتاع، هيسيبوني نص ساعه وهنرجع عشان هنقدم بكره والكلام ده. في ضغط بس انا مش حاسس بيه، انا البيئه بتاعتي مساعداني. اتكتب بسرعه جدا ونزل، وجاي عليه فيدباك هايل، يعني اعلان حلو جدا. برضه لو هنتكلم على من ناحيه السينما، كان الاستاذ وحيد حامد بيقعد في الفندق قاعدين في الترابيزه بتاعته، بيفرق قوي، بيفرق قوي، بيسرح تحت ويكتب بقى افلام. وفي الفن برضه يعني كنت برضه بروح فندق كده روف توب في فندق معين، ويقولوا لي احمد، الفنان احمد مالك بيجي يقرا هنا السكريبتات وما اعرفش ايه بالظبط. حتى لو بيحضر الكاركتر، المود بيفرق. بس انت مطالب ان انت تعرف تكتب سواء في الميكروباص. يعني انا بيجي لي تعديلات وانا راجع في الاوبر مثلا، او انا راكب ميكروباص، او انا ما اعرفش ايه. لازم تكون تعرف دي بتيجي مع الخبره اكتر، ان انت كتبت حاجه شبهها قبل كده. بس طبعا الاعلان اللي هو اعلان مش انت ما اتزنقتش قوي ان انت تكتبه في الميكروباص، لان انت عندك اسبوع مثلا عقبال ما تقدمه. فانت ممكن تجيلك فكره معينه خاطره تكتبها في الميكروباص، لكن هتكتبه عادي وانت قاعد في الاوضه او في المكتب او كده. لكن مثلا كابشن سريع لازم ينزل دلوقتي، فممكن تكتبه بسرعه، فممكن تكتبه وانت على الطريق. عنوان فيديو على اليوتيوب مثلا، زي ما بتبعت لي كده تقول لي هنكتب ايه. طب حاجه برضو ريليتد بالموضوع ده، انه هل كل الاعلانات بتجيلك دايما؟ عشان انا عارف دي الثقافه الشعبيه السائده في هذا المجتمع، الاعلان دايما بيجيلك في الوقت اللي هو يلا احنا مزنوقين احنا مضغوطين كده كده كده، ولا بيبقى في حاجات بتدينك في حاجات بيديك مساحه فيها؟ يعني ممكن يدخلوا لك انت كبروفيشنال لازم تشتغل سواء كده او سواء كده. بالظبط. في حاجات بتدخل مضغوطه جدا، والكلاينت في كلاينتس لاسباب مش هنصور، يقول لك هنعرض بعد بكره. لاسباب ما هم كان عندهم السنه كلها يخططوا، بس هو البادجت جت في اليومين، البادجت بعتت لهم في اليومين دول ولازم يصوروا ولازم ينزلوا. حلو. فعشان في اعلانات بتبقى مرتبطه بوقت او موسم او كده. حلو. فانت برضو مطالب منك سواء الوقت مرحرح بالنسبه لك تمام، سواء الوقت مزنوق، تتعامل في الاثنين. يعني هو لو الوقت مرحرح هتاخد وقتك اكتر في البرين ستورمنج، وان انت تطلع كذا انجل للموضوع او كده. لكن كل ما خبرتك بتبقى اتقل، كل ما بتعرف يعني انا اسمع عن قصص اعلانات عظيمه، اعلانات سمعت مع الناس جدا، اتكتبت في الاسانسير وهم طالعين للكلاينت، فاهم؟ وهم يعني هم لحد ما وصلوا للكلاينت هم ما عندهمش الفكره الكامله، لحد ما كملوها في الاسانسير وطلعوا قدموها ونزل عمل ضجه. طيب سؤال جالي والله كده برضو، اشوف الافكار بتتولد كده حتى في وسط النقاش. يعني هل كل اعلان عشان يشد المشاهد لازم يبقى فيه الهوك اللي في الاول خطفه، ولا ممكن اعلان يبتدي سموث جدا، اللي هي البنت اللي بتصحى الصبح كده في اول الاعلان وبتقوم من على السرير وتروح وبعد كده تجيب بقى الكريم اللي هو المنتج ده وتحطه على وشها وبتاع، يعني يبقى خلينا نستفيد، ولا لازم كله يبقى هوكات عشان يشد الناس؟ هو في انواع من الاعلانات، يعني بيقول لك في طريقه الاكسكيوشن او التنفيذ مختلفه. حلو. حسب متطلبات الاعلان. انا بفضل اللي فيه هوك في الاول، او اللي هو حاجه تشدك، حتى لو هو مشهد كلام عادي، فتكون في حاجه فيجوالي او حاجه في الكلام نفسها غريبه، او لازم الاعلان يشدك عشان تكمله، لان هو بيجي لك في وسط ما انت بتتفرج على الماتش، وسط انت بتتفرج على فيلم، فانت اصلا مش عايزه. هو الاعلان ميديا متولد كده ان هو انت مش عايزه، وكله ولكن في نفس الوقت 20 و30 ثانيه بالظبط.
ولكن في نفس الوقت بيجي في فانز للاعلانات، واللي هو انا حبيت الاعلان ده بحب اتفرج على الاعلان ده، مع ان هو مش معمول لكده، بس هو اتحول لا في لفورم اعلانات اوف ارت. خلاص فاهم؟ انا بحب اتفرج على الاعلان. ايوه فاهم. فانا احب اللي فيه الهوك واتربيت على ده. بس في اعلانات بقى اللي هو هتحط كريم معرفش ايه وبتاع، واللي هو 30% من الاطباء ينصحون به. هو اعلان الفورمات بتاعه كده مش شرط يكون المفضل بالنسبه لك، ولكن مطلوب، والاعلانات دي بتبيع ده لان هي لسه بتنزل لحد دلوقتي. بالظبط. فاهم قصدي. طيب انا شايف تقريبا كده طبعا دي مش كل حاجه. انا قررت هنزل الحلقه دي عندي يلا انا موافق جدا والله جدا. يلا. انا كان في دماغي والله كده يعني الفكره برضو جات لي كده سبحان الله كده نقول لا لازم ننزلها على تو شانلز برضه عشان اللي مش عارف يوصل للشانل دي، وهنحاول نحط لكم نفتح الشانلين على بعض. يعني لانها برضو طالما هي سبيسيفيك قوي في الموضوع ده فلازم تبقى في واتساب طبعا. انا شايف طبعا احنا طبعا ما قلناش كل حاجه قوي، بس انا على الاقل اي حد بيفكر ان هو يبقى طب ده اخر سؤال بقى نختم بيه برضه الفكره جت هنا اهو. انا دلوقتي ما اعرفش اي حاجه، عايز ابقى كوبي رايتر. السؤال اللي هو ممكن كنا نبدا في اول الحلقه، بس خلينا ننهي بيه الحلقه افضل عشان الناس تتفرج على الحلقه للاخر. شفت الصياعه؟ انا دلوقتي حد عايز ابقى كوبي رايتر وعايز اخش المجال ده وابقى شاطر فيه وبتاع، ايه اهم النصايح اللي بتديها لحد بيبدا جديد؟ السؤال ده مهم عشان بيجي لي على السوشيال ميديا وبيجي لكل حد شغال في المجال. وهو فعلا كلنا في الاول ما بنبقاش عارفين ازاي نبدا. يعني انا اكتشفت بالصدفه ان انا بعرف اكتب اعلانات، او ان انا يجي مني في الحته دي. وده اللي خلاني متمسك بيها اكتر. لكن اي حد برضو بيبقى مش عارف، انا بحب الموضوع ده بس مش عارف انا فعلا ينفع اشتغل فيه ولا لا. فمبدئيا اللي احنا قلناه في الاول ان انت بدل ما تبقى قاعد متفرج لازم تشغل نفسك، سواء تكتب في دلوقتي حاجات كتير على النت بتقولك ازاي تعمل فيك بورتفوليو او بورتفوليو. انت بتجيب البريف من نفسك. انا هعمل دلوقتي اعلان لشركه المشروبات دي او لشركه الاكل دي او المطعم ده او غيره. انا ده البريف، انا بنتكلم عن الساندوتش الكومبو ده، انا عندي فكره. ودي خلي بالك حاجه تريكي قوي. انت يا اما هتستسهل وهتروح لاي حاجه وتعمل لها اي اعلان فتبقى بتكتب حاجه مش هتفيدك او مش هتشد الناس لما تيجي تروح مثلا في انترفيو تقول لهم انا كتبت ده. الموضوع في ايدك انت، نقي اكتر حاجه انت عندك فكره جاهزه ليها، او اشتغل الموضوع بالعكس. طب انا كان عندي ايه افكار ممكن في بروميسنج او فيها حته ايدجي، او ان الناس ممكن تبقى تشد الناس. ما عندكش، طب خلاص شوف منتجات او خدمات او حاجه ممكن تكتب لها اعلان. بس خليك ذكي، انت اللي مدي لنفسك البريف مش مفروض عليك. فانت لازم تختار حاجه تطلع فيها موهبتك. طب انا بعرف اكتب اكتر ايه؟ الحاجات اللي فيها افيهات ولا الحاجات اللي هي ملهمه؟ شوف انت جرب في ده وجرب في ده، وشوف اللي انت عرفت تطلع فيه اكتر حطه في البورتفوليو في البدايه. انت في البدايه عايز حاجه بس واحده بس تشد اللي بيعمل لك انترفيو عشان يشغلك كانترن او يديك مثلا مرتب معين في الشهر تشتغل معاه. ومن هنا دي تبقى نقطه الانطلاق ان انت تبتدي بقى تتعلم من اللي حواليك ويبقى عندك بريفات حقيقيه. كل بريف هو اختبار انت يعني بتتعلم منه. يعني حتى لو ده انت قصدك بمعنى ان البورتفوليو ده حتى لو ما تصورش او ما تنفذش بس انت كاتب الافكار. هم ما عندهمش مشكله. ما عندهمش مشكله. لا ان انت ما هو اصل هتبدا ازاي؟ هتبدا ازاي؟ لازم حد يديك اول فرصه. بالظبط. انا فاكر انا اول انترفيو رحت له كان في بوستر كده كاتب على ظهره السكريبت بتاع مشروع التخرج اللي انا عملته. فانا رحت بيها ووريتها له، قلت له ده لما جات لي الفكره في كذا كذا كذا. هو فاهم، هو كرييتيف برضه ومر بالحاجات دي وهيحترم ان انت جات لك الفكره في الحمام. فاهم قصدك جدا. يعني مش شرط تكون عملت زي شوريل بقى بالنسبه لنا كممثلين يعني. بس برضه نقطه مهمه جدا انت قلتها، تبقى رايح بحاجه، تبقى رايح توري للراجل ده حاجه. ما هو هيصدقك منين او ايه الاماره اللي هيصدقك بيها ان انت بتعرف تعمل ده؟ خصوصا ان مع الوقت مهما اتكلمت، ما انا ممكن اقعد اتكلم بص ده اعمل لك اعظم اعلان في العالم، ده انا رهيب، ده انا فشيخ، ده انا عظيم، ده انا هصدقك ازاي؟ وريني حاجه. يعني حتى الممثلين ليه بنقول مش لازم تكون صورت في فيلم او مسلسل؟ يا عم صور مسرحيه عملتها في الجامعه، صور نفسك فيديو في اوضتك وانت بتمثل مشهد عادي يعني من اي داتا معاك.
وريني عمار، ده انا الباتشينو اللي جاي ماشي. طب ما المخرج ده هيقول لي طب ما توريني انت الباتشينو اللي جاي ازاي. في حاجه خاصه بالاعلانات جدا، انه الناس الاعلان 30 ثانيه، فانت لو جبت اي واحد من الشارع هيعرف يكتب سكريبت 30 ثانيه. بالظبط. فده بيخلي الناس تستهون شويه بالاعلان. لا، الاعلان محتاج دراسه كتير، ومحتاج الاعلان انا بشوفه اصعب من الدراما. صعب جدا، لان انت توصل في 30 ثانيه الرساله بطريقه وقت كاتشي مكثف جدا. بالظبط. مش فيلم ساعه ونص ولا مسلسل بالظبط. 30 الفيلم حلقة. انت عندك وقت تبني الممثل لما كان مولود كان بيعيط ازاي. بالظبط. لكن الاعلان انت عندك وقت معين، وزي ما بقول لك هو مرفوض من الناس، مش عايزه تتفرج عليه، فلازم تشدهم غصب عنهم. فما تستهونش خالص بالاعلان ان هو 30 سنه. والناس بتتحسن بالتجربه وبالخبره وبالوقت. ده طبيعي. صح. كل انت النهارده لو عملت نفس الاعلان اللي انت كنت عامله من سنتين هتعمله بشكل مختلف تماما. صح. والترندات والحاجات دي بتاثر اصلا على ايه الجديد اللي بياكل مع الناس اكتر. الاعلان ده اكتر حاجه فولاتايل، او اللي هي بتطير، ان هو بيتاثر باللي بيحاصل حاليا، سواء توجه في الفن، توجه في الشارع، توجه، هو بالاعلان بيرفلكت ده بسرعه جدا. بالظبط. انا تمام وانا تمام. انت تمام. اتمنى بجد يعني اللي عنده بقى اسئله يبعت لنا وهنرد. يا ريت تكتبوا لنا كل الاسئله في الكومنتس، وزي ما قلنا ما تنساش عارفه الفيديو ده او الحلقه دي هتكون موجوده على القناتين. تمام خلاص اتفقنا. لان لازم الناس كل اللي يقدر يستفيد بمعلومه يستفيد بمعلومه. شكرا عارفه بجد، انا اتبسطت جدا بالحلقه دي. وانا بالنسبه لي انه بنقدم حلقات خفيفه ولطيفه على الناس وكده، بس يا سلام كمان لو عملنا حلقه يبقى فيها معلومه او حاجه تفيد الناس، حتى لو بمعلومه صغيره قد كده يقدر يستفيد او يبني منها حاجه، ياخد الخطوه، حتى ما قلق او لا انا مش هعرف اعمل ده. الموضوع بسيط، بس هو زي ما قال لك محتاج ان انت تبقى مركز فيه وعايز تدرسه وحبه وهتبدع فيه، بما اننا بنتكلم عن الابداع يعني. ان شاء الله. يلا نشوفكم في حلقه جديده، سلام.